اللي عايز يعمل الجمال ده يتابعني في الفيديو وما ينساش اللايك والشير، ونبدأ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا هشتغل في الكرسي اللي قدامي ده، اشتغل في 2 كرسي مع بعض. تمام. اول حاجة هاخدها هي دوران الكرسي. انا هعمله كورنيش. دوران الكرسي اللي انا هاخده 2 متر و10 سنتي. طبعا هنحط البرسل على البرسل ونقيس من طول القماش 2 متر و10 سنتي، زي ما انتوا شايفين البرسل على البرسل، ونقيس 2 متر و10 سنتي من طول القماش. خلي بالكم مقاسات الكرسي ده مش زي المقاسات الكراسي التانية. الانتريهات كل كرسي وليه مقاس، يعني ما ناخدهاش تعميم. ممكن نعمم القص في نفس في كذا كرسي، بس مش ممكن نعمم المقاسات. ولو لسه متابعني في الفيديو حط اللايك وتعالي نقص مع بعض ونشوف هنعمل ايه. انا كده قصيت 2 متر و10. طبعا هنجيب البرسل على البرسل زي ما احنا شايفين. احنا كده قاسمين عرض القماش، هنساوي عرض القماش لان انا هقص 2 كرسي. نساويهم ببعض، اللي يعني القماشة اللي معانا 2 متر و10 سنتي في عرض القماش. خدنا عرض القماش وقسمناه 2 وسويناه زي ما احنا شايفين كده، وهنبتدي نقسم عرض القماش 2. اهو البرسل على البرسل. تمام. والتانية المقفولة هنبتدي نقسم المقفولة مع بعض. انا كده قصيت. تمام. ودول معايا كرسيين كده. تمام. هناخد كرسي واحد وهنقص عليه. هنطبق القماشة اللي معانا دي 2. الطول اللي معانا. تمام. الطول اللي معانا 2 متر و10، والعرض اللي معانا 80 سنتي. هنقسم بقى ال80 وهناخد مقاس عرض الشلتة. تمام. ده عرض الشلتة اللي انا بتكلم عليه، هناخد مقاسه. انا مش هقول مقاسات عشان انتوا قصوا على المقاسات اللي قدامكم في الكرسي. تمام. انا كده هعلم مكان عرض الشلتة. ده المقاس اللي هو عرض الشلتة. تمام. هاخد مقاس تاني اللي هو طول الشلتة. انا عندي طول الشلتة هنا 70. طبعا اللي معايا ده 80 سنتي، اللي انا قسمها 2 80، فهاخد الباقي واقصه. تمام. هي حوالي 5 سنتي هاخدها واقصها علشان اساوي المقاسات. بعمل علام. تمام. وبعمل علام على العرض بتاع الشلتة، وابتدي اقص الزيادات كلها. طبعا باقي الظهر اكبر من الشلتة، فباقي الظهر هنسيبه زي ما هو، ما فيهوش اي حاجة. احنا بس هنعدل مقاس الشلتة بس.
طبعا هتسألوا الزيادة دي ليه؟ الزيادة دي هنبتدي نقفلها زي ما احنا شايفين كده، وهنقفلها بدوران علشان يدينا الدوران اللي احنا شايفينه في الكرسي. هنعمل دوران كده علشان يدينا دوران الكرسي. نفس برضو التانية برضو هنقفلها علشان يدينا الدوران اللي احنا شايفينه كده. تمام. هعمل لكم التاني كده، ده هنركنه على جنب، وهعمل لكم التاني نفس الخطوات. هناخد عرض الشلتة، وبعدين هنعمل فرط، وبعدين هناخد طول الشلتة ونبتدي نقص. هسيبكم على القص. انا كده خلصت جسم الكرسي. هنبتدي في الايادي بقى. انا طول الايد زي ما احنا شايفين، انا باخد طول الايد. تمام. مش هقول لكم المقاس لان طبعا كل كرسي وليه مقاسه. لازم تظبطي المقاسات، تكون متظبطة. انا دايما بحط البرسل على البرسل واظبط مقاسي علشان يكون قد بعض بالظبط. انا بقص 2 كرسي. تمام. كده انا قصيت. انا قصة كده 2 ايد. تمام. هنخلي ايد على جنب ونقص الايد التانية، نشرح هنعمل فيها ايه. دي الايد اللي معانا. طبعا هنجيب البرصل. تمام. والجنب التاني وهنبتدي نقص. انا كده خدت 2 ايد لكرسي واحد. هاخد ايد واحدة نشرح لكم عليها. نبتدي نطبق الايد زي ما احنا شايفين. هنسويها ونطبقها زي ما احنا شايفين. طبعا الوش على الوش، بسيب الحتة الصغيرة دي وببتدي اقفل كده. ده انا هعمله كورنيش. تمام. وكده انا خلصت، وهنشتغل على المكنة الفيديو الجاي ان شاء الله. ويا رب يا رب يكون فيديوهاتي كلها مفيدة ليكم. متنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب. السلام عليكم.